إذا أنت طالب سادس وتعاني من الإنشاء، جبت لك طريقة راح تخلص كل إنشاءات الإنجليزي بهذا الفيديو. خليك وياي. حياكم الله طلاب. طبعا أغلب الطلاب يعانون من الإنجليزي ويشوفون الموت وما يشوفون ورقة الأسئلة مالته، وأنا واحد من الطلاب كنت أعاني من الإنجليزي لأن الأساس ضعيف مالتنا، وهذا مو صوت الطالب. هو يجيك طالب أساسه ضعيف ويضطر يعيش سنة كاملة بسبيل هو ما ضابط انجليزي وما ضابط الانشاء مالته. فانا كنت مثلكم، كنت جاي اقرا بالانشاءات احفظ بيهن احفظتهن، اجي ثاني يوم ناسيهن، وكذلك لحد ما شلت الملزمة وشمرتها وقلت لازم القى طريقة اضبط بيها كل الانشاءات. والحمد لله اخذت بالانشاء اعتقد لو 18، ما اتذكر درجته 17 المهم 18 هيك تقريبا، بفضل هاي الطريقة اللي سويتها، وقلت لازم اشاركها للطلاب حتى تكون الفائدة للجميع. فهاي الطريقة غير مخصصة للطالب اللي يدور معدل عالي. طالب الطبية توكل بالله واحفظ الانشاءات والله يوفقك. الطالب ابو الادبي اللي يدور نجاح، اللي يدور معدل 60 70 75، كمل وياي وشوف هاي الطريقة وسوي مشاركة، خلي غيرك يستفاد. فأنا الطريقة اجتني كنت جاي اقلب بالاجوبة النموذجية مال الانجليزي، وقع عيني على الجواب مال السؤال الخامس مال الانشاء، فشفت كاتب يعطى درجة واحدة للعنوان. حلو، انت مجرد تكتب له عنوان بالانشاء اجتك درجة، وقال يعطى 15 درجة على الفكرة. يعني شنو؟ يعني انت مجرد كاتب له فكرة على موضوع السجائر يعطيك 15 درجة. ما له شغلة، لا معاني لا كلمات لا معاني كلهن خطأ، ما له شغلة، مجرد كاتب له فكرة على انشاء، على سجائر، على وظيفة عمل، يعطيك 15 درجة. من هنا طلعت لي الفكرة اني مال الطريقة. شنو هي الطريقة؟ راح اسولف لك عليها، بس ركز وياي. طلاب، الطريقة كل انشاءات الانجليزي سويتهن بورقة واحدة وانشاء واحد. جاي تلاحظ الانشاءات كلها بورقة واحدة وانشاء واحد، يعني انت تحفظ انشاء واحد. اي انشاء يجيك بالانجليزي انت كاتبه ورايح لاهلك وماخذ 16 17 انت والمصحح، بس ان شاء الله الدرجة كاملة بحيل الله. فالطريقة شلون؟ شوف هسه هاي الورقة طالعة يمك مال الطريقة، اجتك ورقة الامتحان. اروح السؤال الخامس، اكتب الاسود كله، الكلمات اللي بالانجليزي الاسود بالاسود اللي ما بيها تضليل اللي لونها اسود، انزلها شلون ما هي بورقة الامتحان. جاي تركز وياي شلون ما هي بورقة الامتحان. الاصفر ما كتبه، مو تكتبون الاصفر ما كتبه، يعني تنزل الاسود هو ونقاطه وكل شيء بيه موجود، تنزله كما هو بورقة الامتحان. زين، تتوقف الحد الاصفر، يعني من ذات الى ثانك اوف ذا فراغ، اخر شيء وراها سيجارة سموكينج، وهذن الملون هنا بلون اصفر ما ينكتبين. تمام، جتنا الورقة وكتبناها استاذ وكملنا وكتبنا النقاط ذن بيها وكملناها. شنو الطريقة استاذي؟ اذا اجاك انشاء السجائر تختار اول واحد سيجارة سموكينج، بكل فراغ نقاط موجود تخلي بيه سيجارة سموكينج. شوف هسه كم فراغ عد ذات وراه فراغ. اذا انشاء اليونت الاول شي خلي سيجارة سموكينج، كل فراغ خلي سيجارة سموكينج، هذا اللي كاتب لك اياه بالسطر الاول. زين، اذا اجاني لا ما اجاني مال سيجارة سموكينج، اجاني مال الحصول على وظيفة، اخلي تو جيت جوب، بكل فراغ اخلي تو جيت جوب. تمام، اجتنا الدراسة في بريطانيا، اخلي بكل فراغ بكل نقاط اخلي ستدي انجليش ان بريطانيا. تمام، السياحة كذلك، العطلة كذلك. يعني الفكرة انه اجتني الورقة مال الامتحان اقلبها على السؤال الخامس، اكتب الاسود كله هو ونقاطه وتفرعاته. النقاط ذن الفراغات دي تشوفوهن
وياك شفناها نستار. ووراها اشوف شنو نوعية الاجاني مال الانشاء، هو على السجائر، على العطل، على الحصول على وظيفة، على الدراسة. مثلا اجاك الدراسة اثناء العمل، تكتب اخر انشاء I study while working. اذن الانشاء مال اليونت الاول. اذا اجاك بكل فراغ شو تخلي؟ سيجارة سموكينج. الحصول على وظيفة تخلي to get job. الثالث دراسة في بريطانيا تخلي study English in بريطانيا. السياحة في العراق إذا أجاك الإنشاء تخلي هاي tourist in Iraq. العطلة تخلي holiday. أما الدراسة أثناء العمل تخلي I study while working. تمام طلاب، اللي هنا انتهت الإنشاء وانتهت المعضلة مال الطلاب. طلابنا سووا مشاركات خلي يستفاد غيرك للأجر والثواب. أريد منكم شغلتين، تدعوا لي بالتوفيق وتسوون مشاركة خلي الكل يستفاد. يرحم والديكم.